يا ماما يلا خلاص يا نوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي من علينا وعلى أولادنا بالخير واليمن والبركات والسعادة والهنا. النهاردة آدم حبيبي جاي وعايز يشارك معاكم لحظات السعادة ولحظات الفرح بحصوله على الميدالية الذهبية للمركز الأول. مبروك يا ابني يا حبيبي. تمام. وجاي يقول لكم ان دي شهادة تقدير من النادي ان هو اخذ المركز الاول في ايه يا ادم؟ بتلعب انت هناك؟ كورة. ايه؟ كورة. تلعب كرة؟ طب يا حبيبي، والمركز الاول ده انت اخذته بناء عليه. يتقدم مجلس ادارة نادي رأس غارب الرياضي بخالص الشكر والتقدير الى اللاعب ادم محمد عبد الخالق اشتراكه في الدورة الرمضانية وحصوله على المركز الاول. برافو عليك. جبت كام جون يا حبيبي؟ جبت جول جون واحد؟ النهارده بس في الدورة. وايه تاني؟ اتكلم على طول وبص لعم الجمهور. جبت ايه بالظبط وعملت ايه؟ جبت جول. عملت ايه؟ عادي جبت جول 3. وانت يا نوسة حبيبي جبت ايه عشان تاخد الميدالية بتاعتك؟ جبت تعالى وريني يا حبيبي جبت ايه؟ جبت جول كتير برضو نفس الكلام. طيب مبروك وبارك لاخوك ادم. بوس ادم اخوك وحبيبك وبارك له. تمام. ودايما كده تكونوا دايما مع بعض في ظهر بعض وسند لبعض. بالنسبة للجمهور الجميل اللي هو بيتابع كل ما هو جميل ومفيد، عايز اقول لكم دايما لما تلاقوا حاجة زي كده وتلاقوا ان في طفل من اطفالكم كسب او حصل على مركز مالي او مادي او معنوي، لازم تدعموه بكل حب وبكل فخر وبكل سعادة. الموضوع ده لو انتوا عملتوه في الصغر، ودي نصيحة مني انا، طبعا مش بعمل نفسي عليكم خبير ولا حاجة، ولكن انا بقول لكم الكلام ده بناء عن تجربة وبناء عن اللي كان بيعملوا معانا ابهاتنا زمان واهالينا. لما تيجي تدعم طفلك من صغره وتبارك له وترسخ فيه العزيمة والقيادة، هذا الطفل هينشأ نشأة جميلة صحيحة، هينشأ غير متنمر على الآخرين، هينشأ نشأة ان هو دايما بيدي النصيحة لغيره، دايما بيكون محب لغيره، هينشأ نشأة جميلة ونفس سوية خالية من الشرور والأحقاد وكل البلاوي. زمان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، يا انس تعالى حبيبي اسمع الحكايه دي، كان في رجل معدي كده فشاف الرسول بيقبل حفيد من احفاده، مش عارف سيدنا الحسن او الحسين، فقال له والله يا رسول الله ان عندي 10 من الاولاد لم اقبل منهم احدا. هذا الرجل كان قاسي القلب. قال للرسول، قال له كان عندي 10 من الاولاد لم اقبل منهم احد. فالرسول قال له والله انك قاسي وغليظ القلب. لازم الاب يا حبيبي يبارك اولاده ودايما يديهم العزيمه ويديهم الاصرار ويديهم الدفعه القويه والدعم المادي والمعنوي. مش شرط الدعم يكون مادي بس، فلوس بس ابدا. جاهي البتاع اهي يا جمهور الدعم ده ممكن يكون معنوي، ممكن يكون دعم نفسي. كل ده بيشكل زي ما انتوا شفتوا ادم لما خد الجايزه دي اخدها وجاي بيها فرحان علشان يبارك يسعدني، لان هو شايف ان انا اللي استحق هذه الجائزه مش هو، رغم ان اللي جاب ال5 تجوان مين؟ شحاته ابو كف، مين؟ حبيبي قدومه. ولكن هو جه لابوه علشان عارف ان ابوه هيفرح من هذا الموضوع. انا فعلا يا ابني فرحت جدا جدا جدا، وببارك لك فعلا ان ربنا يجعلك في اعلى المستويات واعلى الاماكن وتشرف اهلك وناسك وباباك اكتر واكتر واكتر. مبروك قدومه. يلا يا ولاد حيوا ادم، سقفوا لادم. مش حد عايز يعبرك خالص.